السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، بس ما ننساش قبل ما نبدأ الفيديو الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. اخواتي في كل مكان، بحبكم في الله. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم أبدا. يلا كده قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا النهاردة كيلو من الكنافة كده، جبته قطعته قطع صغيرة بالمقص او بايديكي، المهم ان تكون قطع بتاعته صغيرة جدا. حطيت عليهم نص كوباية كده من السكر البودر، وفركت الكنافة كلها على ايديا بالسكر البودر. طب هتقولي لي ليه السكر البودر؟ عشان هيديكي قوام للكنافة وهيديكي قرمشة ليها بعد ما تستوي. هتفرق معاكي في الطعم جدا، وهتفرق معاكي في الشكل كمان. هتخلي لك الكنافة كده مفرولة وجميلة، ما تكونش معجنة في بعضها بعد ما تضيفي لها الشربات وتطلع سخنة من على الفرن. تعالوا نشوف الوصفة بتاعتنا هننفذها ازاي النهاردة. معايا صاج كده محترم، جبته كده دهنته بمعلقتين من السمنة او الزبدة. لازم يا جماعة ادهن بسمنة او زبدة. هتقولي لي ادهن بزيت، هقولك لا، ما ينفعش. الكنافة ما ينفعش اعملها غير بزبدة او بسمنة. جبت كده حوالي نص كيلو الاولاني من الكنافة، خدت منه شوية كده في قعر الصاج وفردتهم. هحاول اساوي على قد ما اقدر، اخلي الكنافة كلها معايا سمك واحد، ما تكونش حتة عالية وحتة واطية. يعني حاول اساوي كده الصاج، ما خليش حتة عندي عالية وحتة واطية، لان تديني قوام واحد عشان ما يطلعش الصاج مايل معايا. كده بحاول اساوي على قد ما اقدر بايديا. جبت كيس من البلاستيك كمان دلوقتي وفردته على الكنافة، وضغطت عليها بصينية كده هون بقعر الصينية. هتخليلك كلها تبقى سمك واحد، وهتسويها لك تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. واضغطي على قد ما يديكي ربنا واضغطي. ايوه كده سويتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هون. وهبدأ اسقيها بشوية من السمنة. هي كده خدت حوالي ربع كيلو من السمنة. اول راق ده هون خد معايا اول ربع كيلو، اخد معايا قصدي ربع كيلو من السمنة. بعد ما شربتها السمنة كده هبدأ اسويها عشان اوصل السمنة لكل حتة. شايفين كده شبعتها سمنة. هبدأ دلوقتي اعمل القشطة. القشطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كيلو من اللبن، حطيت عليه 3 معالق من النشا، حطيت عليه كمان معلقتين من كريم شانتيه او 3 معالق من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه ممكن استبدله بقشطه بلدي لو عندك. ما عندكيش هاتي كيس كريم شانتيه، حطيه طبعا ايه على اللبن وعلى النشا. وحط كمان ورقه من الفانيليا، وهدوبهم كويس قوي على البارد. وبعد كده هرفعهم على النار مع التقليب المستمر طبعا. هسيبهم كده هو على النار لغاية كده لما تغلي. انا عايزاها تغلي كده وتبقبق على النار، عشان تديني القوام اللي انا عايزاه، قوام القشطة تكون متماسكة معايا ما تكونش سايحة. شايفين كده؟ احاول يا جماعة كده بسرعة افردها على الكنافة، لانها اول ما بتبرد على طول بتبدأ تتجمد معايا. فهحاول اسويها كده بسرعة، مشي ايديا كده بسرعة بسرعة اسويها قبل ما تتجمد معايا. واخدين بالكم كده؟ على بال انا ما سويتها كانت اتجمدت معايا في ايديا. هبدأ كده طبعا لو انت عايزة تضيفي مكسرات مع الحشوة بتاعة القشطة ضيفي، مش عايزة تضيفي مش مشكلة عادي، مفيش مشاكل خالص. ابدأي اشتغلي عادي تماما، مفيش اي مشاكل. بعد ما ضفت كده شوية من المكسرات هبدأ اغطي بشوية كنافة صغيرين جدا، طبقة رقيقة من الكنافة كده، يدوبها اغطي الوش بتاعها بس.
مش هكتر طبعا لان انا لسه عندي شغل تاني فيها، لسه كده ما خلصتش. بعد كده ما غطيت برق خفيف جدا من الكنافة، هبدأ طبعا اجيب اصغر معلقة من الاكواب المعيارية اللي عندي. طبعا هي على شكل كورة صغننة كده او نص كورة، ما عندكيش استخدمي اي حاجة على شكل كورة. عايزة تشكلي كده شكليها، مش عايزة تشكليها وتعمليها سادة خالص، دي حاجة براحتك. بس انا بفضل ان انا اعمل لها شكل نهائي كده، يكون جميل كده هون، ويكون جذاب معاكي وانتي بتعملي الكنافة، هتحبيها جدا وتعشقيها. بضغط عليها كويس قوي. طبعا السكر البودر اللي انا حطيته في الكنافه هينفع معاكي جدا في الخطوه دي، هيخلي لك الكنافه كده تبقى متماسكه معاكي، ما تفكش منك ابدا. شايفين كده يا جماعه؟ بدات اشكلها وهتتخلع معاكي من المعلقه برضو، هتخلع معاكي بكل سهوله، مش هتبقى معاكي ناشفه او معضمه، بالعكس ده هتبقى ناعمه جدا ومفروله. هنشوف دلوقتي بعد ما نخلص وهوريكم النتيجه النهائيه ليها. ادي شكل الصاج كده بعد ما خلص وشكلته. هبدأ طبعا كده اسقي الوش بالسمنة طبعا في كل كورة انا عملتها. اسقيها كده بشوية من السمنة، هتاخد كل بابلزاية معايا او كل كورة هتاخد معايا نص معلقة من السمنة. بعد ما خلصت كده وشربتها السمنة كويس قوي، ادي على درجة حرارة 150 درجة، على نار طبعا ما تكونش عالية قوي. هشغلها الفرن من تحت. لو عندي الشواية هبدأ بعد ما اتأكد انها خدت لون وخدت سوا كامل من تحت، هبدأ اشغلها الشواية عشان تاخد لون من فوق. هتاخد معاكي حوالي ساعة في الفرن. بعد كده هطلعها وهي سخنة، هكون عاملة طبعا الشربات بارد. هبدأ اسقيها بالشربات كده هون، واسيبها شوية لغاية ما تهدى معايا، وابدأ ازينها. طب هزينها ازاي؟ هاجي في المربع اللي في الوسط ده اللي انا سبته، المربع اللي في النص ده، هرشه كده بجوز الهند والفول السوداني المجروش، وهبدأ كده احط في كل خانة بين كل بابلزاية والتانية، احط شوية من جوز الهند كده. هتطلع معاكي بالشكل الجميل ده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان شكلها عامل زي التورتايه. طبعا المفروض ان انا ما اقطعهاش وهي سخنة، بس انا عشان اوريكم الشكل النهائي ليها هيكون عامل ازاي. طبعا كل ما تبرد معاكي هيكون افضل، هتقطعيها بسهولة جدا. بس انا حبيت طبعا اقطعها دلوقتي عشان اوريكم الشكل النهائي ليها هيكون عامل ازاي. طبعا الكنافة دي طبعا اساسية جدا في رمضان. اكتر الوصفات اللي بنعملها في شهر رمضان بنعملها من الكنافة. فخليكي متجددة كده ومتنوعة في مطبخك، واعملي اصناف جديدة. طبعا هي الكنافة طبعا واحدة، بس هتعملي منها كذا شكل وكذا صنف، هتغيري وهتجددي. طبعا شايفين انا حابة اقطعها كويس قوي عشان ما تلزقش معايا، ما تكونش لازقة في الصاج او ما تتبهدلش مني وانا بطلعها. بس هتكون باردة معاكي، هتكون تقطعها اسهل بكتير من كده. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ جميلة جدا وكانت مقرمشة ومفرولة. مفيش الكنافة، الناس اللي بتشكي من الكنافة وبتقول الكنافة بتعجن معايا، الكنافة ما بتنفعش معايا، جربيها بالطريقة دي وهتنجح معاك ان شاء الله، وهتبقى زي الفل. اي حاجة هتطلع من ايديك يا ست الكل هتكون زي العسل، وهتكون جميلة جدا. شايفين كده عاملة ازاي وانا بنزلها في الطبق طبعا واقدمها، هتكون معايا سهلة جدا وجميلة، مفرولة ومقرمشة. طبعا مستوية جدا واخدة سوا كامل من فوق ومن تحت، والقشطة في الوسط اهي زي ما انتوا شايفينها في النص كده، مديه شكل جميل جدا. يلا كده لو انت معايا لغاية دلوقتي وبطلة من الأبطال، يلا حطي اللايك واشتركي في القناة عشان يوصلك كل الوصفات ان شاء الله جديدة خلال شهر رمضان. الطعم والريحة ما اقولكوش كانت جميلة جدا، هيعشقوها اولادك.
هيطلبوها منك وهيطلبوا الوصفة منها ضيوفك. يلا كده بالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.